السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الأول في الوحدة الأولى ديناميكا لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط بفضل الله، وهو درس الحركة المستقيمة. حلينا تمارين اختر بالكامل وتعلمنا ازاي بنفهم المسألة، ما نبقاش حافظين خطوات معينة وازاي بنحدد الاتجاه صح. وان شاء الله تكون استفدت من فيديو الاختر استفادة كبيرة جدا جدا ان شاء الله. هنحل النهارده الأسئلة المقالية، معانا 23 سؤال مقالي فيهم أفكار مختلفة، وهي أفكار جميلة جدا مختلفة عن الاختر، وأي سؤال فيهم ينفع يجي لك اختر، فخلي بالك من النقطة دي. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. شغل رمضان بدأ بدري بدري بقى، انتوا سامعين. المهم، أول سؤال بيقول لي قطعت سيارة المسافة ما بين القاهرة والإسماعيلية وقدرها 120 كيلو متر على مرحلتين. يعني أنا دلوقتي في سيارة ماشية من القاهرة لحد الإسماعيلية، خلاص؟ المسافة ما بينهم، ما بين المدينتين دول 120 كيلو متر. أول مرحلة كانت 40 كيلو متر بسرعة 80 كيلو متر في الساعة، تمام؟ والثانية 80 بسرعة 60. يبقى أنا معايا مرحلتين، أول مرحلة 40 كيلو متر وتاني مرحلة 80 كيلو متر، فبالتالي الإجمالي 120. أول مرحلة كانت ماشية بسرعة 80 كيلو متر في الساعة، تاني مرحلة كانت ماشية بسرعة 60 كيلو متر في الساعة. كويس جدا. فإذا اعتبرنا أن السيارة تتحرك طول الوقت في خط مستقيم، السيارة دي ماشية بخط مستقيم، وأن السيارة توقفت بعد قطع المرحلة الأولى لمدة 10 دقائق، أوجد متجه سرعتها المتوسطة خلال الرحلة كلها. أولا هو قال لك إن السيارة بتتحرك في خط مستقيم من القاهرة إلى إسماعيلية، فيعتبر هنا الحركة في خط مستقيم في اتجاه ثابت. يعني السرعة المتوسطة هي يا باشمهندس بالنسبة لي إيه؟ بالنسبة لي السرعة، طبعا معيار السرعة اللي هو مقدار السرعة المتوسطة هو السرعة المتوسطة، خلاص؟ المعيار بتاع المتجه هو السرعة المتوسطة، لأن الحركة في اتجاه ثابت. خلاص؟ حلو قوي. ركز بقى معايا. زي ما قلت لك، متجه السرعه المتوسطه هو عباره عن الازاحه الكليه اللي هي المسافه في السؤال ده على الزمن ايه؟ الزمن الكلي. حلو. فطبعا الازاحه هي المسافه اللي هي اول مرحله 40 وثاني مرحله 80، والاثنين في نفس الاتجاه. يعني انت اصلا ممكن تعمل ايه؟ تفرض متجه اتجاه ماشي من القاهره لحد الاسماعيليه، فالاثنين ماشيين معاه لان هي ماشيه كده وماشيه كده. كلام محترم. طيب الزمن الكلي، ركز لي بقى. اول مرحله انت معاك مسافه ومعاك سرعه، فتعالى نحسب الزمن. يبقى نون واحد اللي هو زمن المرحله الاولى عباره عن المسافه على السرعه بتاعه المرحله الاولى. المسافه 40 والسرعه 80، يبقى بالنسبه لي زمن المرحله الاولى نص ساعه. طيب هو في وقف 10 دقائق، هنسميها نون 3 مثلا، خلاص؟ زمن التوقف ده 10 دقائق. طب انا عايز احوله للساعه، مفيش مشكله، يبقى 10 على 60 يعني 1 على 6 ساعه. طيب زمن المرحله الثانيه اللي هو نون 2، مسافه المرحله الثانيه اللي هي 80 على سرعه المرحله الثانيه اللي هي 60، تطلع معايا 4 على 3 ساعه. يبقى اذا الزمن الكلي هو مجموع دول، يبقى نص زائد سدس زائد 4 على 3. نص زائد سدس زائد 4 على 3. ومن هنا نحسب متجه السرعة المتوسطة 60 زائد 80 على نص زائد سدس زائد 4 على 3. طلعت معايا يا باشمهندس الإجابة بتاعتي. احنا قلنا هعملها 60. ماشي يا عم، الآلة دي قلت لكم جابت آخرها خلاص. طلعت معايا 60، يبقى 60 كيلو متر إيه لكل ساعة. طبعا في نفس الاتجاه اللي انا فرضه اللي هو من القاهره الى الاسماعيليه، عشان كده هو كاتب لك في اتجاه الحركه من القاهره الى الاسماعيليه لان ده متجه اتجاه. او كان ممكن تقول لي 60 في متجه الاتجاه ايه اللي انت فرضه له في المساله بعد ما ترسم له الشكل. يبقى هنا السرعه المتوسطه او معيار او متجه السرعه المتوسطه 60 في نفس الاتجاه من القاهره الى الاسماعيليه. السؤال اللي بعده بيقول لي قطع راكب دراجة على طريق مستقيم مسافة 27 كيلو متر بسرعة كذا، ثم قطع مسافة
كذا بسرعه كذا، اوجد السرعه المتوسطه. هو عايز السرعه المتوسطه خلال الرحله كلها اذا كانت الازاحتين في اتجاه واحد، الازاحتين في اتجاهين متضادين. طيب اولا يا باشمهندس الازاحتين في اتجاه واحد. طيب تعالى نشتغل على الحاله الاولى. الحاله الاولى كده هم ماشيين في نفس الاتجاه بالشكل ده، خلاص حلو جدا وزي الفل. فطبعا هو ماشي من هنا لهنا مثلا 27 كيلو متر والسرعه بتاعته 18 كيلو متر في الساعه، ثم قطع مسافه 36 كيلو متر بسرعه 12 كيلو متر في الساعه. خلاص قال لك ان هما في اتجاهين واحدين. طيب عشان احسب السرعه المتوسطه هنا خلي بالك طالما بيقول لك ازاحات يعني هو بيكلمك على اتجاه. انت لو فرضت متجه الاتجاه ايه ماشي كده فهما الاثنين ماشيين معاه، يبقى هنا انا بحسب متجه السرعه المتوسطه. يا باشمهندس ده بيقول له السرعه المتوسطه، ما هو بيكلمك على ازاحات خلاص، والازاحه كميه متجهه فهي عباره عن الازاحه الكليه. هنا يا باشمهندس طالما هما في نفس الاتجاه في خط مستقيم في اتجاه ثابت يبقى الازاحه هي المسافه، يعني هتبقى عباره عن 27 زائد 36. حلو. طب الزمن اجيبه منين؟ زي السؤال اللي فات هجيب النون واحد. قلنا الزمن مسافه على سرعه، فالمسافه 27 على السرعه اللي هي 18 على التسعه فيها الثلاثه على التسعه فيها الاثنين، يعني 3 على الاثنين اللي هي 1.5 ساعه. طيب نون 2 هيبقى المسافه اللي هي 36 على السرعه اللي هي 12 يبقى 3 ساعه. يبقى زمن اول مرحله 3 على الاثنين اللي هي 1.5، وزمن المرحله الثانيه عباره عن 3. حلو قوي وزي الفل. يبقى 27 زائد 36 على 1.5 زائد الثلاثة طلعت معايا 14. يبقى دي عبارة عن 14 كيلو متر في الساعة، ده المعيار، ولكن احنا ممكن نعملها له 14 في متجه الاتجاه ايه؟ يعني 14 في نفس الاتجاه اللي انا فرضه اللي هو بيقول لي في اتجاه الازاحتين، المهم قوي المتجه. طيب لو هما في اتجاهين متضادين ركز لي الله يكرمك. انا دلوقتي الجسم ده ماشي ازاي؟ ماشي دلوقتي مسافة 27 لحد ما وصل هنا، وبعدين هيقوم راجع 36. خلي بالك بقى من الحركة اللي هتحصل. أنا دلوقتي بادئ عند أ لحد ب، فمشيت 27 كيلو متر، تمام؟ وقمت أنا هنا لسه عند ب، قلنا الخط ده بيبقى منطبق عليه، أنا برفعه شوية عشان أوضح لك الحركة. لحد ج، فدي اللي هي عبارة عن 36 كيلو متر. ده كان ماشي كده وده كان ماشي كده. خلاص انت حر في فرض الاتجاه بتاعك، يعني عايز تفرض الاتجاه بتاعك كده ماشي، عايز تفرضه كده ماشي، انا هفرضه مع الكبيره فانا هفرض اللي ايه ماشيه كده. على فكره انت حر. خلاص يبقى متجه السرعه المتوسطه عباره عن، ركز لي الله يكرمك بقى، ال 27 ماشيه عكس الياء اللي انا فارضها يبقى سالب 27، ال 36 ماشيه مع الياء اللي انا فارضها يبقى موجب 36. الزمن مش هيتغير اللي احنا حسبناه 1.5 زائد 3. خلاص 36 ناقص ال 27 يبقى موجب 9، وهنا 1.5 زائد 3 يبقى 4.5، يبقى ده عباره عن 2 في متجه الاتجاهين. يعني 2 في نفس الاتجاه اللي انا فرضه، عشان كده هو كاتب لك 2 كيلو متر في الساعه في اتجاه الازاحه الثانيه. في اتجاه الازاحه الثانيه، يعني في اتجاه الحركه الثانيه. طب انا كنت فرضت اليه كده والله ولا اي حاجه، كانت ساعتها هتبقى 27 ناقص 36 سالب 9 على 4 ونص سالب 2. ما هو سالب 2 يبقى ده معناه ان انت فرض الاتجاه غلط، بس مش غلط ان انت تحاسب على السؤال غلط، ما انا فهمتها لك في الاخطر، لانه دي المشكله اللي انا بعاني منها دايما، الناس بتبقى حافظه ما هيش فاهمه. انت اما تطلعها سالب 2 صح، بس السالب معناه ان الاتجاه اللي انت فرضه ده انت ماشي عكسه، يبقى انا المفروض كنت فرضت الياء كده، عشان كده فرضت الياء مع الكبيره عشان تطلع معاك كده. خلاص فخلي بالك من النقطه دي. 3 بيقول لي إذا كان الجسيم عند لحظتين زمنيتين 2 و6 من بدء حركته عند الموضعين أ وب على الترتيب، هات لي متجه السرعة المتوسطة خلال هذه الفترة ثم أوجد معيار واتجاه هذه السرعة المتوسطة. طيب هو هنا عايز مني متجه السرعة المتوسطة اللي هو عبارة عن الإزاحة الكلية على إيه؟ على الزمن الكلي. قلت لك الجسم لما يبقى عند موضعين يبقى النهاية ناقص البداية. الجسم ده كان عند أ راح لباء يبقى باء ناقص أ. الزمن من 2 ل 6 يبقى 6 ناقص 2.
ما هو بص، انا عايز الزمن الكلي اللي هو قطع في المرحله، فهو ما بين الاثنين و6 اللي هو 4. فهمت؟ زي الفل. فتعالى نحسب دي، يلا. باء ناقص ألف يبقى 7 ناقص 3 يبقى 4. تمام؟ و25 ناقص 5 يبقى 20. 6 ناقص 2 4. 4 على 4 فيها الواحد، 20 على 4 فيها الخمس. طيب لو احنا كتبناها بدلالة متجهات الوحدة الأساسية، يبقى ده عبارة عن 1 في متجه الوحدة الأساسي س زائد 5 في متجه الوحدة الأساسي ص. كلام محترم. أوجد معيار واتجاه هذه السرعة. عايزين بقى معيار السرعة المتوسطة اللي هي عبارة عن جذر الس تربيع، يعني 1 تربيع زائد الص تربيع 5 تربيع يبقى جذر 26. خلاص؟ طبعا وحدة طول على الثانية، لأن أنا ما أعرفش هو عايز إيه، يبقى وحدة طول على الثانية لأن دي سرعة. حلو. بعد كده يا باشمهندس بيقول لي هات لي اتجاه هذه السرعة. عشان أجيب الاتجاه فكنا بنقول ظ سيتا اللي هي ص على س، يعني 5 على الواحد فيها الخمس، فهنعمل شيفت تان 5. تطلع معايا الزاوية 78 درجة 41 دقيقة 24 ثانية. ده الاتجاه طبعا مع محور السينات الموجب واو س ايه الموجب او واو س. خلاص، يبقى انا كده جبت متجه، جبت المعيار بتاعه، جبت الزاويه اللي هو عاملها بفضل الله. وتعال نشوف اللي بعده. رقم 4 يا باشمهندس بيقول لي دخل قطار طوله 150 متر نفقا مستقيما طوله ف، فاستغرق عبوره بالكامل من النفق زمن قدره 15. هات لي طول النفق اذا كانت سرعه القطار منتظمه وبتساوي 90 كم على الساعه. طيب اولا انت مديني المسافه بالمتر والزمن العبور بالثانيه ومديله سرعه القطر بكيلومتر على الساعه، يبقى دي فيها مشكله. تعال نحول دي متر على الثانيه. يبقى اول حاجه هنجيب سرعه القطار عباره عن 90 هنضرب في 5 على 18. 90 على 18 فيها الخمسه، 5 في 5 يبقى 25 متر على الثانيه. يبقى سرعه القطر 25 متر على الثانيه. طيب الوقت يا باشمهندس هعمل ايه؟ ركز معايا، افهم الفكره دي عشان مهمه. انا دلوقتي لو معايا نفق، خلاص، النفق ده طوله ف، هيجي القطر المفروض يدخل النفق ده، فعشان القطر ده اللي هو طول انا عامله بره بس طوله 150 متر يعدي النفق بالكامل، فالقطر ده هيفضل ماشي 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 كده لحد ما القطر يبقى هنا اهو. دول 150 بتوع القطر. فايه اللي حصل؟ هتلاقي ان القطر مشى المسافه دي اللي هي طول النفق كله ومشى ال 150 بتوعه عشان تبقى اخر حته فيه عدت النفق، فعشان كده يعبر بالكامل لانه بيقول لك يعبر بالكامل. حلو. يبقى انا بالنسبه لي المسافه هنا اللي هيكون القطر ده قطعها عباره عن المسافه اللي هي فيه طول النفق وال 150 اللي هو طول القطر، يبقى فيه زائد ال 150. طبعا وقال لك خلال زمن قد ايه؟ قال لك خلال 15 ثانيه. طب ما احنا عارفين ان المسافه عباره عن سرعه في زمن، فالمسافه اللي هي ف زائد ال 150 بتساوي السرعه اللي هي 25 في الزمن اللي هو 15. يبقى ف زائد ال 150 تساوي 25 في 15 ب 375. نودي دي الناحيه الثانيه يبقى الف بتساوي 375 ناقص 150 يبقى 225 متر. يبقى اذا طول النفق ب 225. خلاص، مساله سهله ومهمه ولازم تكون فاهم الفكره دي. رقم 5 بيقول لي الشكل المقابل يمثل بيانيا منحنى الازاحه والزمن لفأر يهرب من قطب. أعد رسم هذا الشكل اذا هرب الفأر من القطب بضعف سرعته. خلي بالك ان انت هنا معاك ازاحه مع زمن، فانت هنا لو حبيت تحسب السرعه لها اكتر من طريقه. اسهل طريقه يا باشمهندس فيهم اللي انت تجيب لي ظل الزاويه دي. فهنا قفل لي اي مثلث هتلاقي الدنيا سهله. يعني مثلا لو قفلت المثلث ده اهو فتلاقي هنا 3 وهنا برضو 3 ودي سيتا. خلاص، يبقى اذا السرعه هنا هي عباره عن ظ سيتا، فالظا مقابل ب3 على المجاور برضو ب3، 3 على 3 فيها الواحد، وطبعا دي متر على الثانيه. فهنا سرعه الفأر متر على الثانيه. انا عايز ارسم الشكل ده عشان تبقى ضعف السرعه، سمي دي عين واحد.
يبقى اكيد ان عين 2 هتبقى ضعف السرعه، يبقى 2 متر على الثانيه. طب ما تفهمها لي كده؟ افهمها لك بكل بساطه. بص يا عم، ادي محاور جديده، خلاص. المره دي بقى طالما هو سرعته اتضاعفت، فيبقى عند الزمن 1 ساعتها يا باشمهندس تبقى المسافه 2، لان هو بعد مرور ثانيه هيكون قطع 2 متر، لان هو بيمشي 2 متر في الثانيه، خلاص. يعني مثلا لو هنا ثانيه، فساعتها هو مش هيبقى قطع متر واحد، لا ده هيبقى قطع مترين. طيب جدع، لما يبقى ثانيتين اكيد مش هيبقى قطع 3، هيبقى قطع 4. يعني مثلا هنا طبعا احنا هنراعي بس ان النقط تبقى على نفس الخط عشان بس الرسمه تبقى مظبوطه، تمام. وخلاص بقى انت عارف طبعا لو 3 ثواني يبقى عند الستة مثلا، وليكن هنا اهو 5 6 كفايه قوي. بعد كده هنعمل الخط بتاعنا بالشكل ده كده، يبقى هي دي السرعه الجديده. طبعا هنا برضو هنكتب له ازاحه اللي هو معبر عنها ف، وطبعا قال لك بالمتر، وهنا بالنسبه لي الزمن اللي هو ن ومعبر عنه بالثانيه. هنا بقى لما تيجي تحسب الميل فتيجي تقفل اي مثلث، فمثلا المثلث ده اهو، هتلاقي ان هنا الحته دي 2 والحته دي ب4، فساعتها هنا هيبقى السرعه اللي هي ظ سيتا مقابل على مجاور، يعني 4 على الاثنين يبقى ب2. فده المنحنى بتاعنا، ما فيش فيها اي حاجه، افهمها وخلاص. السؤال 6 بيقول الشكل المقابل يمثل العلاقه بين الازاحه بالكيلومتر والزمن بالساعه لمسار دراجه بخاريه تتحرك ما بين مدينتين. اجب عما يلي: ما مقدار متجه السرعه المتوسطه للدراجه في اثناء الذهاب؟ طيب ركز معايا، اثناء الذهاب اللي هو الخط ده واضح جدا ان دي رحله الذهاب، فهو عايز مني مقدار متجه السرعه المتوسطه. خلي بالك دي تعتبر حركه في خط مستقيم في اتجاه ثابت، خلاص. يعني متجه السرعه المتوسطه هو السرعه المتوسطه. حلو قوي. طبعا ده عباره عن ازاحه على زمن. طيب الازاحه قد ايه؟ هو مشى من صفر لحد النقطه دي اللي هي بالنسبه لي 90 على الزمن. انزل اخبط كده تحت فتلاقيها 3، يبقى 90 على 3 يبقى 30 كيلو متر على الساعه. انت عايز تفرض بقى اتجاه مثلا هنا اسمه ياء مثلا في الاتجاه ده، فقول لي عباره عن 30 في متجه الاتجاه ي، لان دي بالنسبه لي متجه سرعه متوسطه. بيقول لي ما مقدار متجه السرعه المتوسطه للدراجه اثناء العوده؟ طبعا اثناء رحله العوده اللي هي دي. حلو قوي. سمي هنا مثلا متجه اتجاه اسمه س مثلا، ماشي كده. تعالى نحسب الحاله الثانيه دي، مقدار السرعه او متجه السرعه المتوسطه. خلي بالك ايه اللي حصل هنا. هو هنا كان عندي 90 وصل هنا لحد الصفر، فده معناه ان هو رجع 90 بس هو راجع تمام، يعني 90 برضه، خلاص. بس الزمن قد ايه؟ ركز معايا بقى. هو هنا النقطه دي كانت عند الستة والنقطه دي عند الثمانية، ففرق الزمن ده اللي هو 8 ناقص 6. ما انا بجيب الموضع النهائي ناقص الابتدائي، فده عباره عن 90 و8 ناقص 6 اللي هي 2، يبقى 45 كيلو متر على الساعه، او 45 في متجه الاتجاه س اللي احنا فارضينه عادي جدا. بيقول لي ما دلاله القطعه المستقيمه الافقيه في الشكل؟ طالما دي قطعه افقيه كده يعني الجسم ده ما بيتحركش يبقى ساكن، يبقى انا الجسم في حاله سكون، او يمثل علاقه الجسم في حاله سكون لمسار دراجه، يبقى الدراجه في حاله سكون. خلاص، حلو زي الفل. 7 يوضح الشكل المقابل مسار حركه كل من احمد وعمرو في قطع المسافه بين قريتين، احداهما في القريه الاولى والاخر في القريه الثانيه. هل بدا احمد وعمرو الحركه في توقيت واحد؟ قول لي ليه؟ هنا ده الخط بتاع احمد، فهو بدا عند المدينه الاولى، يعني اعتبر مثلا دي المدينه الاولى، وهنا ده بدا في المدينه الثانيه. يعني هنا لما بدا الاولاني كانت المسافه صفر، انما موضع الثاني ده كان 9 كيلو متر عن الثاني، يعني في المدينه الثانيه بعيد عنه 9 كيلو متر، انما هما الاثنين بداوا في نفس الوقت عند الزمن بصفر. الفرق ان ده كان مكانه هنا وده مكانه هنا، فطبعا نعم بداوا في توقيت واحد. فسر اجابتك، ده التفسير بتاعنا.
ان احمد بدأ في المدينة الاولى انما عمرو بدأ في المدينة الثانية على بعد 9 كيلو متر من احمد، ولكن هما الاثنين بادئين عند نون بتساوي صفر. بعد كام دقيقة التقى عمرو واحمد؟ طبعا نقطة الطلاق اهي اللي هي النقطة دي، هما هنا تلاقوا هما الاثنين، فطبعا ينزل اخبط كده فتلاقيها 30 وهنا الزمن بالدقيقة، فما يلخبطكش، ممكن تبقى بالثانية، هو عايز الزمن بالدقيقة يبقى نص دقيقة، انما هنا الزمن بالدقيقة يبقى هما تلاقوا بعد 30 دقيقة. ما الزمن الذي استغرقه احمد في قطع المسافة؟ فين احمد؟ احمد اللي هو الخط ده اهو اللي احنا عملناه ده. خد وقت قد ايه؟ الموضوع سهل وبسيط، شايف النقطه دي؟ انزل اخبط كده تحت هتلاقي عند 80، يبقى خد 80 دقيقه. هات لي سرعه عمرو. ماشي معلش همسح الهيصه دي كده. عشان اجيب سرعه عمرو في اكتر من طريقه. قلت لك هتجيب لي الزاويه دي اللي هي مع محور السينات الموجب، يا اما تجيب له نقطتين بيمر بيها وهات الميل، ما هو السرعه هي الميل. ده الخط بتاع عمرو اهو، فهنجيب نقطتين عليه، مفيش اسهل من كده يا باشمهندس. ادي النقطة الأولى اللي هي عبارة عن 50 وصفر، وادي النقطة الثانية اللي هي صفر وكام؟ صفر وتسعة. يبقى إذا سرعة عمرو ده المطلوب رقم 4 هيبقى عبارة عن دلتا ص على دلتا س اللي هو الميل يعني. حلو أوي. يلا 9 ناقص صفر يبقى 9 ناقص صفر على، أنا بادئ من فوق يبقى صفر ناقص 50، صفر ناقص ال 50 يعني 9 على سالب 50. حلو أوي. تعالى نحسب دي. 9 على سالب 50 طلعت معايا سالب 18 من 100 كيلو متر للدقيقة. أو مش هنكتبها كده بقى، احنا هنكتب الاتجاه. يعني هنفرض إن الخط ده مثلا في اتجاه اسمه إيه؟ مثلا يبقى سالب 18 من 100 في إيه؟ يبقى معيار هنكتبه كده عبارة عن 18% كيلو متر لكل دقيقة عكس الاتجاه. يعني ايه عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه اللي انا فرضه عشان هنا الاشاره سالب، انما في الاخر سرعته الفعليه 18% كيلو متر على الدقيقه. بعد كده بيقول لي اذا بدأ عمرو التحرك في الساعه 9:30 فمتى يصل الى القريه الثانيه؟ طيب هو بدأ هنا 9:30، طب هو خد وقت قد ايه؟ هو خد 50 دقيقه صح؟ يبقى انا بالنسبه لي هيوصل القريه الثانيه بعد 50 دقيقة. يعني امتى يعني؟ طبعا 9:30 زود عليها نص ساعة يبقى بقت الساعة 10، زود كمان 20 دقيقة يبقى هيوصل الساعة 10 وتلت، 10 ساعة و20 دقيقة صباحا، لأنه هيوصل بعد 50 دقيقة. طبعا ده شغل منحنيات بس بيعلمك تتعامل معاه. السؤال 8 بيقول لي تتحرك سيارة على طريق مستقيم بسرعة 80 كيلو متر على الساعة، فإذا تحركت على نفس الطريق دراجة بخارية بسرعة 30 كيلو متر على الساعة، أوجد السرعة النسبية للدراجة بالنسبة للسيارة لو كانوا بيتحركوا في نفس الاتجاه أو في عكس الاتجاه. ركز لي بقى يا باشمهندس في موضوع السرعة النسبية ده. أنت دلوقتي معاك سيارة اسمها ألف، ومعاك دراجة اسمها باء. هما الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه، فانا هفرض متجه الاتجاه كده وهما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بالشكل ده. خلاص؟ حلو قوي. هو عايز مني السرعه النسبيه للدراجه اللي هي باء بالنسبه للسرعه اللي هي الف، يعني عايز عين باء بالنسبه للالف اللي هي عباره عن عين باء ناقص العين الف. حلو قوي. طبعا سرعه باء اللي هي سرعه الدراجه، خلي بالك ان سرعه الدراجه 30 كيلو متر في الساعه، يبقى دي 30 ناقص سرعة ألف اللي هي بالنسبة لي كام؟ اللي هي بالنسبة للسيارة اللي هي 80. ف 30 ناقص 80 يبقى سالب 50 في متجه الاتجاه ايه؟ فده معناه إن سرعة الدراجة بالنسبة للسيارة 50 كيلو متر في الساعة في الاتجاه المضاد. يعني تبدو وكأنها بتتحرك ب 50 كيلو متر ناحيتها. يعني سرعة باء بالنسبة لألف إن هي بتتحرك كأنها بتقرب منه بسرعة ليه؟ لأن أنا بالنسبة لي ألف ده سرعته 80 وده سرعته 30. لو أنا راكب عربية سريعة وقدامها عربية بطيئة شوية، فأنا بالنسبة لي إن العربية اللي قدام دي بتقرب لي، هي ما بتقربليش، أنا اللي سريع فقربت ألحقها، فهي بتبان لي كأنها بتقرب، فده معنى التفسير ده. خلاص؟ ففي الآخر بنقول 50 كيلو متر الساعة في الاتجاه المضاد. قال لي الدراجة تتحرك عكس اتجاه حركة السيارة. ركز لي يا باشمهندس. ادي باء اللي هي الدراجة وادي ألف اللي هو السيارة. طبعا هو برضه عايز مني عين باء بالنسبة للألف. حلو.
قلنا هنفرض الاتجاه مع باء. يعني مثلا لو انا فرضت الاتجاه كده، فده معناه ان باء ماشيه معاه. حلو. فالف بيقول لك عكس الاتجاه، يبقى الف ماشيه كده. حلو قوي. فالكلام ده هيبقى عين باء ناقص العين الف. كلام عظيم. سرعه باء بكام؟ سرعه باء اللي هي الدراجه ب 30 ناقص، خلي بالك من اللي جايه دي، سرعه الف. الف سرعته 80 بس هو ماشي عكس ياء، يبقى سالب 80. حلو قوي. يبقى ده عباره عن 30 زائد 80 يبقى 110 في متجه الاتجاه. بعد كده نقول له ان السرعه 110 كيلو متر في الساعه في نفس الاتجاه اللي انا فرضه. يعني هي بتبدو وكانها بتقرب عليه بسرعه 110 ان هي ماشيه تعتبر في نفس الاتجاه. وده منطقي. انا دلوقتي دي ب 80 ودي كده، فسرعه باء بالنسبه لالف كانها ماشيه في نفس اتجاهها بس بسرعه 110 يا باشمهندس زي ما انت شايف كده. طب لو انا كنت فرضت ياء الناحيه الثانيه عادي جدا هتطلع سالب 110 ياء، يبقى انت عاكس الاتجاه. فانا قلت لك موضوع الاتجاه ده افهمه. حلو قوي وزي الفل. السؤال اللي بعد كده رقم 9. تتحرك مدمره وسفينه معاديه في خط مستقيم، فاذا كانت المدمره تطارد السفينه. بص يا باشمهندس، كلمه تطارد يعني في نفس الاتجاه، صح؟ ما هو انا بطارد حاجه يبقى انا ماشي وراها عايز الحقها. ما هي لو هي بتقرب عليا هطاردها ليه؟ ما انا هستناها وهي هتجيلي، فاهم؟ فتطارد ده معناه ان هم ماشيين في نفس الاتجاه. حلو قوي. فانا مين بيطارد مين؟ المدمره بتطارد السفينه. ماشي، يعني لو دي بالنسبه لي السفينه، يبقى ادي كده المدمره بتطاردها. يبقى مثلا لو السفينه ماشيه كده يبقى المدمره ماشيه كده. وهنفرض برضو متجه الاتجاه ايه؟ ماشي معاهم هما الاثنين بالشكل ده كده. حلو. فإذا كانت المدمرة تطارد السفينة بسرعة ثابتة 60 كيلو متر على الساعة، يعني سرعة المدمرة دي 60 كيلو متر على الساعة. وكانت السفينة تبدو القائد المدمرة واحدة واحدة، تعال نسميها. تعال نسمي المدمرة ألف والسفينة باء. السفينة تبدو القائد المدمرة، يعني باء بالنسبة لألف، فهو هنا بيكلمك عن عين باء بالنسبة للألف. تبدو لقائد المدمرة أنها متحركة نحو الوقت يا باشمهندس. السفينه بتبدو للمدمره متحركه نحو كده، يعني كانها ماشيه عكس ياء، فساعتها احطها سالب 20 ومتجهه الاتجاه. دي مهمه جدا، لان هي اصلا باء ماشيه ناحيته ولا ماشيه مع ياء؟ لا، هي باء ماشيه اصلا في نفس الاتجاه بتاعه، بس طالما متحركه نحوه فبحط الاتجاه بالسالب، لان ساعتها بتبدو لي، قلنا دي حاجه وهميه. تمام. اوجد السرعه الفعليه للسفينه. خلاص هنطبق القانون. فالقانون بيقول عين باء بالنسبه للالف بتساوي عين باء ناقص العين الف. فعين باء بالنسبه للالف سالب 20 هتساوي سرعه باء اللي احنا محتاجينها ناقص سرعه الف. الف ب 60 واتجاهه في نفس الاتجاه اللي انا فرضه، يبقى ناقص 60 عادي جدا. هنودي دي الناحيه الثانيه، يبقى اذا عين باء عباره عن 60 ناقص 20 يبقى 40 في متجه الاتجاه. يبقى اذا سرعه باء 40 كيلو متر على الساعه في نفس اتجاه المدمره. يعني ايه في نفس اتجاه المدمره؟ ما المدمره ماشيه مع ياء والباء طلعت ماشيه مع ياء، انما ايه تبدو دي؟ قلنا دي حاجه وهميه. يعني بص افهمها لك برضه. دي 40 كيلو متر في الساعه، صح؟ سيبك بقى من دي خالص. لما اجي اقول لك سرعه باء بالنسبه لالف، الف شايف ان باء بتقرب عليه بسرعه 20، ما هو ده معنى سالب 20 بتتحرك نحوه ليه؟ نفس المثال اللي انا قلته لك، انت راكب عربيه سريعه وقدامك عربيه بطيئه، فانت سريع فانت بتقرب ناحيتها فبتحس ان العربيه دي بتقرب عليك، عماله تقرب عليك، هي ما بتقربش، انت اللي سريع فقربت تلحقها. فده معنى السؤال، فخليك فاهم النقطه دي. اول ما انت بتفرض الاتجاه المساله بتبقى تافهه. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لي تتحرك سيارة رادار لمراقبة السرعة على الطريق الصحراوي بسرعة 40 كيلو متر على الساعة. طيب دلوقتي احنا معانا سيارة رادار هنسميها ألف بتتحرك بسرعة 40 كيلو متر ساعة. راقبت هذه السيارة حركة سيارة نقل قادمة في الاتجاه المضاد. في سيارة نقل اسمها باء قادمة في الاتجاه المضاد لألف، فبدت وكأنها تتحرك بسرعة 120 كيلو متر. فما هي السرعة الفعلية لسيارة النقل؟ طيب نفهم يا باشمهندس.
هي دلوقتي لو انا فرضت ان دي ماشيه كده، فباء ماشيه كده. ليه؟ لان هو بيقول لك بالنسبه لها في الاتجاه المضاد، ما هو بيقول لك دي رقبه السياره اللي في الاتجاه المضاد. يعني مثلا انت واقف هنا في الطريق في الجزء ده، لقيت عربيه جايه كده في الاتجاه المضاد بالنسبه لك. طبعا الناس حافظه تقول لي يا باشمهندس بص، طالما الاثنين في عكس الاتجاه يبقى السرعه النسبيه جمع. ما خلينا نفهم. احنا هنفرض متجه الاتجاه يا اهو ماشي مع الف، ماشي مع باء، انت حر. هقول لك دلوقتي نعمل ايه بالنسبه لمين ده اللي انا همشيها. الوقت هو راقبت هذه السياره قدما في الاتجاه المضاد، فبدت وكانها تتحرك بسرعه كذا. مين اللي بدت؟ سياره النقل بالنسبه للرادار، يعني سياره باء اللي هي النقل بالنسبه للالف، اللي انت لما تيجي تفكها تبقى عين باء ناقص العين الف. زي ما قلت لك افرض الاتجاه مع الاولاني ترتاح. طبعا انا ما بحبش طريقه الجمع والطرح، انا بحب طريقه الاتجاه. فانا هفرض الاتجاه كده، وعلى فكره انا قلت لك الاتجاه ده انت حر فيه. حلو. فبدت وكانها تتحرك بسرعه 120 كيلو متر على الساعه. الوقت الفكره كلها لما احط ال 120 هنا، احطها بالموجب ولا بالسالب؟ هو قال لك في الاتجاه المضاد؟ لا، هو بيقول لك تبدو وكانها تتحرك بسرعه 120، يبقى دي 120 عادي هيساوي عين باء، هتبقى موجب عادي لان هي ماشيه مع الياء اللي انا فارضها. طب الف بقى، هي سرعته 40 بس ماشي عكس ده، ماشي عكس اللي انا فارضه، يبقى دي سالب، وال 40 دي تبقى سالب 40 لان هي عكس الاتجاه. يبقى ال 120 بتساوي عين باء متجه زائد ال 40، هنودي دي الناحيه الثانيه، يبقى اذا عين باء متجه 120 ناقص ال 40 يبقى 80 في متجه الاتجاه هي. يبقى سرعة باء كأنها بتتحرك بسرعة 80 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه اللي أنا فارضه. خلاص؟ طبعا أنت غيرت الاتجاه، ساعتها سرعة باء هي اللي هتبقى بالسالب وسرعة ألف هي الموجب، وهتطلع لك نفس الناتج بس بالسالب. فخلي بالك من النقطة دي. السؤال اللي بعده. قطاران يسيران على خطين متوازيين المسافة بينهم 3.5 كيلو متر. سرعة واحد فيهم 50 وسرعة الآخر 20. فبعد كم من الزمن يتجاوران إذا كانا يسيران في اتجاهين متضادين وجها لوجه، يسيران في اتجاه واحد والأسرع في الخلف. واحدة واحدة بس، خلينا نفهم السؤال ونحله على مرحلتين. الوقت أنا عايز القطرين دول يتجاوروا. طيب الوقت أنا معايا قطر أهو، تمام، ومعايا قطر تاني. القطرين دول المسافة ما بينهم 3.5 كيلو متر، دي المسافة. القطرين دول بيقول لك بعد كم من الزمن يتجاوران، يعني القطرين دول، يعني مثلا لو القطر ده ألف والقطر ده باء، فألف ده يفضل ماشي 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 كده لحد ما يتجاور مع باء كده. طيب ما هما أكيد هما الاتنين هيتحركوا، يعني إيه؟ أصل ده بيتحرك، فباء مثلا يكون وصل هنا، وألف هيكون مشى شوية فمشى هنا، يعني ممكن يتجاوروا هنا. بس الأكيد إن هما يبقوا مشى مسافة 3.5 كيلو متر هما الاتنين. يبقى اكيد ان المسافه اللي هيكونوا مشوها هما الاثنين عشان يتجاوروا ال 3.5 كيلو متر اللي ما بينهم. كويس جدا. طيب مش دول اتنين بيتحركوا؟ يبقى السرعه هنا سرعه نسبيه. تاني، السرعه هنا سرعه نسبيه. هنعمل ايه؟ ركز معايا. لو انا فرضت هو عايز مثلا هنجيب عين الف بالنسبه لباء او باء بالنسبه لالف، انت حر. عين الف بالنسبه للباء اللي هي عين الف ناقص العين باء. فاحنا هنفرض متجه الاتجاه ايه؟ قلنا بنفرضه مع الاولاني اللي هو الف. فالف دلوقتي اللي هو الاولاني 50، يبقى ده 50 ناقص، خلي بالك ان هو بيقول لك في اتجاهين متضادين، يعني لو الف ماشي كده فباء ماشيه كده، يعني عكس الياء، يبقى باء سرعتها بالسالب، وبدل 120 تبقى سالب 20 لان هي في عكس الاتجاه. 50 زائد 20 يبقى 70 في متجه الاتجاه ايه. دي السرعه النسبيه. طب انا عايز بقى الزمن. طيب ادي الزمن عباره عن مسافه على ايه؟ مسافه على سرعه. فالمسافه بتاعتنا 3.5 على السرعه، طبعا الوحدات متظبطه، يبقى بالنسبه لي 70. يبقى دي عباره عن 3.5 على 70، يعني 1 على 20 ساعه. طبعا لو ضربت الرقم ده في 60 يبقى 3 دقائق. خلاص، لو ضربته كمان في 60 يبقى 180 ثانيه. اي وحده، كل ده صح بامر الله. طبعا هو هنا قال لك بعد 3 دقائق، فده كلام منطقي بفضل الله.
طيب لو هما بيسيران في اتجاهين، في اتجاه واحد والاسرع في الخلف، ركز معايا. يعني انت الوقت معاك الف اهو ورا، ومعاك باء كده. ليه انا حطيت الف هنا؟ لان الف ده السريع اللي هو سرعته 50 كيلو متر ساعه، انما ده كده اللي هو بالنسبه لي 20 كيلو متر ساعه. ما هو منطقي ان لازم يبقى السريع ورا من غير ما يقول لي اصلا. ليه؟ لو كان البطيء ورا فدايما السريع ده هيفضل سابق، عمرهم ما هيتجاوروا. انما لو السريع ورا ساعتها يا باشمهندس هيكونوا ايه؟ ينفع يتجاوروا. حلو قوي. هي الفكره كلها دلوقتي هيكونوا قطعوا قد ايه؟ ما هو اكيد مش هيبقوا قطع الثلاثة ونص اللي ما بينهم. بجد والله. لان هنا هم بيقربوا على بعض لحد ما يتجاوروا، فساعتها يقطعوا 3 ونص. هنا يقطعوا 3 ونص ازاي؟ ده هو مثلا هنفرض ان هم هيتجاوروا هنا. خلاص يبقى ده الف وده باء، لان ده ماشي بسرعه وده ماشي بسرعه. المره دي ده هيبقى مشى مسافه هنسميها ف واحد، وده مشى مسافه هنسميها ف اتنين. يعني الف مشى مسافه ف واحد وده مشى مسافه ف اتنين. الاكيد المره دي بقى ان الفرق ما بين المسافتين هو اللي 3 ونص. فاهم حاجه؟ ده مشى المسافه الاولى، دي المسافه الثانيه، فطبعا الفرق ما بينهم، لان عشان لما نيجي نحط مسافه صح المفروض من هنا كده اهو. خلاص يبقى فرق المسافات دلوقتي هو اللي 3 ونص، عشان هم هيتقابلوا قدام، انما هنا كانوا بيقابلوا بعض فبيقطعوا 3 ونص. حلو قوي. يعني انا بالنسبه لي دلوقتي ان ف واحد ناقص ف اتنين، الكلام ده بيساوي كام يا باشمهندس؟ بيساوي 3 ونص. حلو. طيب ممكن اعملها بالسرعه النسبيه؟ بس هعملها لك بالطريقه دي الاول. طبعا المسافه سرعه في زمن، فسرعه الاولاني 50 في نفس الزمن اللي هو ن، لانهم هيتقابلوا مع وقت معين، ناقص مسافه الثاني سرعته اللي هي 20 في الزمن اللي هو ن، تطلع 3 ونص. يبقى 30 ن ب 3 ونص. نقسم هنا على ال 30 وهنا على ال 30. طير يبقى النون 3 ونص على ال 30. 3 ونص على ال 30 اللي هي بالنسبه لي 7 على ال 60 ساعه. طبعا لو ضربت في 60 يبقى 7 دقائق. فالمرحله الثانيه ب7 دقائق. طب تعالى نعملها بالسرعه النسبيه. هنفرض ان فيهم اتجاهي هنا، على فكره حل اسهل. فكده المره دي الف ماشي كده وباء برضو ماشيه كده. فالمره دي بقى عين الف بالنسبه لباء عباره عن عين الف ناقص عين ب. فعين الف اللي هو عباره عن 50 ناقص عين باء ماشيه في نفس الاتجاه اللي هي 20، فيطلع 30 في متجه الاتجاه يبقى الزمن عباره عن المسافه اللي هي 3 ونص على السرعه اللي هي 30، تطلع برده 7 على ال 60 ساعه. طبعا حل السرعه النسبيه سهل. ودي برده كان ممكن اعملها بنفس الطريقه، ان ف واحد زائد ف اتنين بيساوي 3 ونص. يعني بص انا بقول لك حلين للسؤال اهو. فالف واحد اللي هي سرعه الاولاني يبقى 50 ن، وسرعه الثاني 20 ن ب 3 ونص، يطلع معاك ان 70 ن ب 3 ونص. تقسم على ال 70 توصل لنفس الحل ده. يبقى انا جبت لك الحل بالمسافات والحل بالسرعه النسبيه، والاثنين وصلونا لنفس الناتج بفضل الله. 12. تتحرك سيارتان أ وب على طريق مستقيم بسرعتين في اتجاه من ب لأ. أوجد سرعة ب بالنسبة لأ. طيب ركز بس معايا سنة بسيطة. هنا هو حدد لي الاتجاه طبعا. لو أنا معايا هنا سيارة اسمها باء وادي سيارة اسمها أ، هو حدد لي إن الاتجاه اللي هو ماشي بيه من باء لأ، يعني ده الاتجاه كده. طيب أ اللي هو الأولاني سرعته 60 وباء دي سرعتها 90. طيب أول حاجة بيقول لي أوجد سرعة باء بالنسبة لألف. يبقى عين باء بالنسبة لألف هيساوي عين باء ناقص العين ألف. عين باء ب 90 ناقص عين ألف ب 60، يبقى 30 في متجه الاتجاه ي. يعني عبارة عن 30 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه اللي هو باء ألف. 30 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه لأنها طلعت موجة. سرعة ألف بالنسبة لباء ده المطلوب الثاني. عين ألف بالنسبة لباء عبارة عن عين ألف ناقص العين ب. خلاص؟ العين ألف اللي هي 60 ناقص عين ب اللي هي 90، يبقى سالب 30 في متجه الاتجاه ي. يعني هي عبارة عن 30 كيلو متر في الساعة في عكس اتجاه باء ألف. أو بطريقة تانية يبقى 30 كيلو متر على الساعة لما بنعكس المتجه من أولى ثانوي ونبدل الحروف، يعني في اتجاه ألف ب. يعني تقول له في عكس اتجاه باء ألف أو تقول لي في اتجاه ألف ب.
طيب مطلوب رقم 3 بيقول لي اذا كانت المسافه بينهم 10 كيلو متر فبعد كام دقيقه يمكن ان التقي. ده المطلوب الثالث. عارف اهم حاجه في المطلوب الثالث ده ايه؟ هما ممكن يتلاقوا في حالتين. الحاله الاولى ان هم يكونوا ماشيين عكس بعض، يعني مثلا لو ده ماشي كده وده ماشي كده والمسافه بينهم 10 كيلو متر هيتلاقوا. بس الفكره ان هو الخطيره في السؤال قال لك ان هما الاثنين ماشيين في اتجاه باء الف، يعني هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه. فكده الراجل المحترم حدد لك ان احنا ماشيين في نفس الاتجاه. فدي شبه مساله القطر اللي احنا شرحناه، ان هما كده هيتقابلوا قدام هنا. ففي حلين، يا اما تجيب له السرعه النسبيه وده الحل السهل، يا اما تقول لي في 2 ناقص في 1 بيساوي 10. نفس فكره القطر بالظبط. فهنا اسهل حل اللي هو السرعه النسبيه. فلو جبت عين الف بالنسبه لباء او باء بالنسبه لالف، اي سرعه نسبيه فيهم واحد بالموجب واحد بالسالب مش هتفرق، بس عشان احنا فارضين الاتجاه مع باء فيبقى عباره عن عين باء ناقص العين الف. يعني هي عباره عن 90 ناقص ال 60 يعني 30 في متجه الاتجاهيه. جبنا سرعه باء بالنسبه لالف. طيب هو عايز الزمن، فالزمن عباره عن مسافه على سرعه. المسافه 10 على السرعه النسبيه 30، يبقى 10 على 30 يبقى بالنسبه لي تلت ساعه. اضرب التلت في 60 يبقى عباره عن 20 ايه؟ 20 دقيقه. يبقى هم هيتلاقوا بعد 20 دقيقه بامر الله. طيب الحل الثاني زي ما قلت لك المسافه 10 كيلو متر وهم هيتقابلوا هنا مثلا، هيكون الاول ده قطع مسافه فيه واحد وهيكون الثاني ده قطع مسافه فيه 2، فالاكيد فيه واحد ناقص فيه 2 ب 10 اهو. فيه واحد ناقص فيه 2 بيساوي 10. فيه واحد اللي هي سرعه الاولاني في زمن الاولاني اللي هي 90 نون ناقص الثاني اللي هي 60 نون تطلع ب 10، يبقى ال 30 نون ب 10 تقسم على ال 30 يبقى النون برضه بتلت ساعه. الحلين صح بامر الله ويوصلوك لنفس الناتج. السؤال 13 تتحرك سيارتان على نفس الطريق المستقيم في اتجاهين متضادين. هو حدد لك اذا كانت المسافه بينهم 4 كيلو متر وسرعه واحده فيهم 70 وتقابلوا بعد دقيقتين هات لي السرعه الفعليه. عكس الدنيا، الموضوع سهل. انت دلوقتي معاك ادي سياره الف وادي سياره باء، وهو الراجل قال لك على نفس الطريق بس في اتجاهين متضادين بالشكل ده كده. المسافه ما بينهم 4 كيلو متر، دي المسافه ما بينهم. قال لك سرعه واحده منهم 70، يعني مثلا لو فرضنا سرعه الف يبقى 70 كيلو متر ساعه، وتقابلهم بعد دقيقتين. طيب عندي مشكله في الزمن ده، فانا هاخد الدقيقتين اقسمها على 60 يبقى 1 على 30 ساعه عشان اوحد المساله. هنا في حل سهل وبسيط، طالما هما الاثنين في اتجاهين متضادين فده هيكون قطع مسافه وده هيكون قطع مسافه، فالاكيد ان في واحد ودي فيه 2 مجموعهم 4 يبقى فيه 1 زائد فيه 2 بيساوي كام؟ بيساوي 4. طبعا الفيه الاولى اللي هو سرعه الاول فيه 1 دي اللي هي سرعه باء عين باء اللي انا ما اعرفهاش في الزمن اللي احنا جبناه 1 على 30 زائد المسافه الثانيه عباره عن سرعه الثاني 70 في الزمن برضه 1 على 30 الكلام ده بيساوي 4. تلاقيها معادله في مجهول 1. يعني ممكن نضرب المعادله دي كلها في 30 فيبقى دي عين باء بيساوي 70 عين باء زائد 70 بعتذر عين باء زائد ال 70 بيساوي 4 في 30 ب 120. ودي للناحيه الثانيه يبقى سرعه باء عباره عن 50 كيلو متر في الساعه طبعا في الاتجاه المضاد. ده حل سهل وبسيط جدا وظريف. الحل الثاني بالسرعه النسبيه. اولا انا هعمل ايه؟ هجيب مثلا سرعه باء بالنسبه لالف. خلاص؟ عين باء بالنسبه للالف اللي هو عباره عن عين باء ناقص العين الف. خلي بالك انا هفرض متجه الاتجاه قلنا مع الاولاني اللي هو ياء بالشكل ده كده. فلما اجي احسب السرعه النسبيه دلوقتي هعمل ايه؟ ركز. هي دي المفروض عن عين باء اللي هي ماشيه معايا في نفس الاتجاه ناقص عين الف. عين الف ماشي عكس الياء اللي انا فارضها يبقى سالب 70. حلو قوي. يعني ده عباره عن عين باء بس زود عليها 70 في متجه الاتجاهيه. حلو. طب ما احنا عارفين ان المسافه سرعه في زمن، او احنا عايزين بقى الزمن، فالزمن عباره عن مسافه على سرعه. فالزمن احنا جبناه بواحد على ال 30 بيساوي المسافه اللي هي 4 كيلو متر على سرعه باء زائد ال 70. تضرب مقص يبقى عين باء زائد 70 نفس الكلام بالظبط، عباره عن 30 في 4 ب 120 تطلع معاك 50.
الحلين صح وزي الفل. انا اهم حاجه تبقى متمزج وفاهم ان احنا بنعمل ايه. انا بفرض اتجاهي مع الاول وبحدد الاتجاه اللي في المساله، عايز اجيب مجموع المسافتين عكس المسافتين، وانت فهمت خلاص بجمعهم امتى؟ لما يكونوا هم ماشيين في اتجاهين متضادين. بطرحهم امتى؟ لما يكونوا ماشيين في نفس الاتجاه، وهكذا. السؤال اللي بعده 14 تتحرك طائرتان بنفس السرعه في مسار مستقيم بحيث تتابع احداهما الاخرى والمسافه بينهم 500 متر. يعني انا دلوقتي معايا الطياره الف ودي كده الطياره ب، في حد مستقيم تتابع احداهما الاخرى، ماشي، المسافه ما بينهم هما الاثنين 500 متر بالشكل ده. وفي لحظه ما اطلقت الطائره الخلفيه صاروخ، الف دي ضربت صاروخ، فاصاب الطياره الاولانيه بعد مرور ثانيتين من اطلاقه. فما هي سرعه دفع الصاروخ؟ الفكره دي قلتها لك. طالما الاثنين دول بيتحركوا هما الاثنين بنفس السرعه، فاحنا ممكن نهمل السرعه بتاعتهم بس كانهم واقفين. بمعنى انا مثلا ماشي بسرعه 30 وده ماشي بسرعه 30، بعد ثانيه هتفضل المسافه بيننا 30، بعد ثانيتين هتفضل 30، بعد مليون ساعه هتفضل 30. ليه؟ لان احنا ماشيين بنفس السرعه، فنفس المسافه هتفضل بيننا. فانا ممكن هنا اهمل سرعه الطيارتين. فانا دلوقتي معايا الزمن 2 ثانيه. ليه بقول لك المعلومه دي؟ لان المفروض سرعه الصاروخ تبقى سرعته زائد سرعه 1000. فانا طالما اهملت السرعتين يبقى على طول يا باشمهندس سرعه دفع الصاروخ دي هحسبها على طول. السرعه عباره عن مسافه على زمن. المسافه اللي هي 500 على الزمن اللي هو 2 يبقى 250 متر على الثانيه. تاني، لو كان مثلا سرعه ده 70 وسرعه ده مثلا 80، لا ساعتها كنت، او الصاروخ مثلا طلع بسرعه 50، ساعتها كنت هجيب سرعه الصاروخ 70 زائد 50 اللي هي بالنسبه لي 120، وبعدين اجيب السرعه النسبيه للصاروخ بالنسبه لباء الحاجه اللي انا عايز اضربها، يبقى 120 ناقص 80 ب 40، ودي هتيجي على فكره في مثال. فاقوم حلل بالسرعه النسبيه. طيب هقول لك بقى نفس الفرض اللي احنا عملناه دلوقتي، لو كان دي سرعته 70 وده برضه يا باشمهندس سرعته 70، حلو، يبقى سرعه الصاروخ 70 زائد 50 120. طب السرعه النسبيه اللي هو مثلا نسمي سرعه الصاروخ دي ج في عين مثلا باء او ج بالنسبه لباء، خلاص، يبقى عباره عن عين ج ناقص عين باء. فعين ج اللي هي 120 سرعه الصاروخ ناقص عين باء اللي هي 70 تطلع برضه ب 50. فعشان كده طالما السرعتين قد بعض اهملنا اهو، خدنا سرعه الصاروخ مباشره، فكده يبقى سرعه الصاروخ 250. وصلت؟ خلي بالك من الفكره دي. يبقى لو هم ماشيين بنفس السرعه اهمل السرعه. السؤال اللي بعده، طائره مقاتله بتلاحق قاذفه قنابل تسيران على نفس الخط المستقيم ولهما نفس السرعه والاتجاه. حاضر. فاذا كانت المسافه ما بينهم 20، ما خلي بالك طالما تلاحق زي تطارد يبقى هم ماشيين في نفس الاتجاه. فانا دلوقتي معايا الطياره المقاتله تلاحق قاذفه قنابل، دي بتاعه القنابل يا عم، ادي الف وادي باء، طبعا يبقى هما الاثنين ماشيين كده، خلاص، لان طالما بيطاردوا بعض. فاذا كانت المسافه ما بينهم 20 كيلو متر، المسافه ما بين دول 20 كيلو متر، عندما اطلقت المقاتله صاروخ، المقاتله دي هتضرب صاروخ، فكانت السرعه الكليه للصاروخ 1200. سرعه الصاروخ عباره عن 1200 كيلو متر، اللي هي عباره عن ايه؟ لو انا سميت الصاروخ ده ج يبقى هي عباره عن سرعه الصاروخ اللي هو عين ج زائد سرعه الف اللي هي 1200 كيلو متر. تاني، مش احنا قلنا لما اضرب حاجه متحركه من حاجه متحركه فبتاخد سرعتها؟ فهو عشان كده بيقول لي السرعه الكليه للصاروخ 1200 اللي هي سرعته زائد سرعه المقاتله اللي هي اتضربت منه. فدي معلومه مهمه. خلاص؟ حلو. فاصاب القاذفه بعد 4 دقائق. هو اصاب القاذفه بتاع القنابل اللي هو الزمن يعني 4 دقائق، فنفس الكلام يبقى 4 على 60 بواحد على 15 ايه؟ 1 على 15 ساعه. وانا دلوقتي معايا المسافه يا باشمهندس بكام؟ المسافه ب 20 كيلو متر. خلاص؟ الوقت انا ممكن اجيب لك سرعه الصاروخ، بمعنى الوقت طالما هما الاثنين لهم نفس السرعه فاحنا قلنا بنهمل سرعتهم هما الاثنين. يبقى انا بالنسبه لي هجيب لك سرعه الصاروخ بس اللي هو عين ج عباره عن ايه؟ نفس الكلام، مسافه على السرعه مسافه على زمن، فالمسافه 20 كيلو متر
على الزمن اللي احنا جبناه 1 على ال 15. مقام المقام بسط يبقى عباره عن 300 كيلو متر في الساعه. ده كده سرعه الصاروخ يا باشا. انا بقى سرعه الصاروخ هي طلعت ب 1200، بس دي مش الفعليه، دي الكليه اللي هي سرعته زائد سرعه 1000. فهو عايز مني سرعه كل من الطائره والقاذفه. خلاص الموضوع سهل. العين جيم احنا جبناها ب 300 زائد سرعه 1000 بيساوي 1200. هنودي دي الناحيه الثانيه، يبقى اذا سرعه 1000 اللي هي سرعه باء، لان هم بنفس السرعه، يبقى عباره عن 900 كيلو متر في الساعه. فبرضه دي فكره جميله جدا جدا. بجيب سرعه الصاروخ ازاي؟ ما انا بجيب عين جيم بالنسبه للباء، اللي هي بالنسبه لي يا باشمهندس اهملتها عشان هما الاثنين ماشيين بنفس السرعه، فقلت مسافه على زمن على طول، ما جبت السرعه نسبيه. جبت سرعه الصاروخ الحقيقيه، عين جيم دي سرعه الصاروخ الحقيقيه اللي هو اتضرب بيها ب 300. طب هو خرج من المقاتله دي ب 1200 وهو سرعته 300، بقى كده ان الطياره دي كانت ماشيه بسرعه 900 وضربته ب 300 فبقى واخد سرعه 1200. فخلي بالك من الفكره دي عشان مهمه برضه. السؤال 16. قامت سيارة ألف تتحرك على طريق مستقيم بقياس السرعة النسبية لباء قادمة في الاتجاه المضاد فوجدتها كذا. طيب أول حالة نوصفها ونحلها. الوقت السيارة ألف موجودة اهي، وقامت قايسة السرعة النسبية لباء، فكأنه بيقول لك عين باء بالنسبة لألف اللي هو قانونها الأساسي عين باء ناقص العين ألف. كويس جدا. طبعا هو بيقول لك السياره بقى قادمه في الاتجاه المضاد وجدتها 120. الحل الجميل هعمل ايه؟ طبعا دي القانون اوله عين باء، خلاص انا هفرض المتجه هي ماشي كده وادي الباء ويبقى الالف عكسها. الف بتتحرك كده، باء ماشيه في الاتجاه المضاد. فهو الوقت بيقول لك لقيتها 120، ما قاليش يا باشمهندس في الاتجاه المضاد بقى، فال 120 اهي. حلو. بيساوي، هو قال لي الاتجاه المضاد اللي هو وصف حركتهم بس، هيساوي عين باء ناقص عين ألف، ودي معادلة. طيب لو أنت كنت فرضت إن الاتجاه مع ألف يبقى ال 120 بالسالب. خلاص؟ خلي بالك من الحتة دي، إن أنا قلت لك أنا فرضتها كده فقمت عاملها 120. بيقول لي لما ضاعفت السيارة ألف سرعتها وأعادت القياس، يعني هتبقى بالنسبة لي عين باء برضه بالنسبة للألف بس في الحالة الثانية. خلاص؟ برضه نفس الكلام، هتبقى عين باء بس ناقص 2 عين ألف. اشمعنى؟ لأن بيقول لك ألف ضعفت سرعتها. وجدت ان سرعه باء بقت 100، وجدت ان سرعه باء اصبحت 180 كيلو متر في الساعه. يعني اصبحت ان هي سرعه بالنسبه لها برضه 180. يعني في الحاله الثانيه دي 180 بيساوي عين باء ناقص الاثنين عين الف. دي كده المعادله الثانيه. فانا طبعا دلوقتي معايا معادلتين احلهم مع بعض اوصل للناتج. يلا يلا تعالى يا باشمهندس نبتدي نطرحهم. لو انا ضربت المعادله اللي هناك دي في سالب، خلاص، او في موجب، نضرب دي اللي في سالب، نضرب دي في سالب، فالسالب 2 عين الف تبقى موجب 2 عين الف، والعين باء تبقى سالب عين باء، يبقى سالب عين باء بيساوي ال 180 يبقى سالب 180. خلاص حلو قوي. اجمع دول بقى، فالعين باء تروح مع السالب عين باء، 2 عين الف ناقص عين الف يبقى عين الف واحده. سالب 180 وموجب 20 120 يبقى بالنسبه لي سرعه أ سالب 60 في متجه الاتجاهين، يعني 60 كيلو متر في الساعه في الاتجاه المضاد اللي انا فرضه، او في عكس الاتجاه، نقول له في عكس الاتجاه اللي انا فرضه. يعني انا المفروض كنت افرض ايه الناحيه الثانيه، انا عادي انا حر. المهم ان احنا طالعين المعيار ايه؟ صح. طيب جبت العين أ بسالب 60، عوض بقى في اي معادله. يعني مثلا دي يبقى ال 120 يساوي عين باء ناقص، خلي بالك انت جايبها بسالب 60 لازم تخش المتجه زي ما انت، يبقى ال 120 بيساوي عين باء سالب في سالب يبقى موجب كام؟ موجب 60. هنودي دي الناحيه الثانيه، يبقى عين باء عباره عن 60 كيلو متر او 60 ياء، 60 ياء يعني في نفس الاتجاه، يبقى عباره عن 60 كيلو متر في الساعه في نفس الاتجاه اللي انا فرضه. فما تقيدش نفسك بطريقه معينه. واحد تاني عاملها سالب 120 هيطلع الالف هي اللي ب 60 والباء بسالب 60 لانه كان فرض الاتجاه مع الف، صح؟
دي مش غلط والتانيه مش غلط، اهم حاجه ان انت تفرض اتجاهك صح بامر الله. وتعال نشوف اللي بعده. سيارة أ متحركة على طريق مستقيم، رصدت سيارة أخرى باء قادمة في الاتجاه المضاد فوجدتها كذا. نفس فكرة اللي فاتت؟ طبعا. بص يا باشا، معاك سيارة أ اهي، هوريك دلوقتي تيجي اعكسها لك. تعالى اعكسها لك والله، يعني احلها لك عكس اللي فاتت، هوريك ان هي مش بتفرق خالص. دلوقتي مين اللي رصدت؟ تعالى، رصدت سرعة سيارة أخرى باء، يبقى أ هي اللي رصدت، يبقى باء بالنسبة للألف. خلاص؟ يبقى عين باء بالنسبة للألف. تمام؟ اللي هي عبارة عن عين باء ناقص العين ألف. لو أنا دلوقتي فرضت الاتجاه مع ألف بالشكل ده كده، فألف ماشي كده، طالما باء في الاتجاه المضاد، خلي بالك بيقول لك رصد قادمة في الاتجاه المضاد بالشكل ده. تمام؟ فأنا دلوقتي لما أجي أحط السرعة النسبية أعملها 130؟ لا، لأن سرعة باء بالنسبة للألف، يعني باشا باء اللي هي ماشية في الاتجاه المضاد بالنسبة للألف، يبقى ساعتها هقول سالب 130 هيساوي عين باء متجه ناقص عين ألف متجه. فدي فرق. انما لو انا كنت حاطط متجه الاتجاه مع باء وسرعه باء بالنسبه لألف 130، خلاص بسيبها 130 عادي. ولما خفضت السياره ألف سرعتها الى النصف، يعني الحاله الجديده بقى هيبقى عين باء ناقص نص عين ألف، لان هي خفضتها للنص. وعادت رصد السياره باء فوجدت ان سرعتها 110، يبقى سالب 110 برضه لان هي لسه في الاتجاه المضاد، يبقى بيساوي عين باء ناقص النص عين ألف متجه. هات لي السرعه الفعليه لكل من السيارتين اي حاجه. يلا ظبط لي المعادلات دي. هنعمل ايه؟ هنضرب اللي هناك دي في سالب، يبقى دي موجب 130 سالب عين باء متجه سالب عين ألف، يبقى موجب عين ألف متجه. نجمع دول 130 وسالب 110 يبقى 20، ودي تطير مع دي. عين ألف ناقص نص عين ألف يبقى نص عين ألف. اضرب الطرفين في 2 يبقى عين ألف عبارة عن 2 في 20 يبقى 40 في متجه الاتجاه ايه؟ يعني 40 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه اللي أنا فرضه. ده كلام عظيم. أكيد إن التانية هتطلع عكسها، لأن باء أنا فرضه عكس الاتجاه. حلو. فأول واحدة طلعت 40. تعال نعوض في أي معادلة، وليكن الأولانية. يبقى سالب 130 بيساوي عين باء ناقص عين ألف. ألف دلوقتي أحطها موجب ولا سالب؟ لا، ألف ماشية مع الاتجاه اللي أنا فرضه، يبقى زي ما هي بالشكل ده. هودي دي الناحية التانية، سالب 30 زائد 40 يبقى سالب 90 بيساوي العين باء متجه. سالب 90 إيه طبعا؟ سالب 90 في متجه الاتجاه يبقى عبارة عن 90 كيلو متر في الساعة في عكس الاتجاه اللي أنا فرضه. فانا كده وضحت لك بفضل الله ان هي مش هتفرق انت هتحط الاتجاه فين، تفرق لك بس في السرعه النسبيه هتعوض بالاشاره عامله ازاي. فخلي بالك. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس بقيت فاهم يعني ايه اتجاه. وطبعا لازم دول يطلعوا اشارتهم مختلفه. ليه؟ لان هم بيتحركوا في الاصل في الاتجاه المضاد. يعني انا لو واحده ماشيه كده يبقى الثانيه عكسها، لو فرضت الاتجاه مع اللي ماشي كده يبقى الثانيه عكسي. فخلي بالك من النقطه دي. السؤال اللي بعده. أثناء حركة سيارة الشرطة أ على طريق مستقيم، ركبت السيارة باء المتحركة في الاتجاه المضاد فبدت وكأنها تتحرك بسرعة 140 كيلو متر على الساعة. واحدة واحدة يا باشمهندس. دلوقتي أنت معاك سيارة شرطة، دي اللي هي أ شرطة. ركبت السيارة باء، في سيارة باء متحركة في الاتجاه المضاد فبدت وكأنها تتحرك بسرعة كذا. ماشي، يعني عين باء بالنسبة للألف اللي هو قانون عين باء ناقص العين ألف. فقلت لك أسهل طريقة تعمل إيه؟ أنت حر، احنا فهمتك الفرض. لو أنت فرضت الاتجاه مع ألف هتحط هنا سالب لأن باء ماشية عكسه. إنما لو أنت فرضت الاتجاه مع ياء عادي جدا هتاخدها بالموجب، يبقى هي بالنسبة لي بسرعة 140 تساوي عين باء ناقص العين ألف. خلاص؟ كلام عظيم وزي الفل. دي أول معادلة. يا باشمهندس خدتها 140 بالموجب ليه؟ لأن أنا فرضت الاتجاه مع باء. فسرعه باء بالنسبه للالف، انت بتكلمنا على باء بالنسبه للالف، فهي 140، ما هي باء ماشيه في نفس الاتجاه اهو. تمام. وفي نفس اللحظه راقبت سياره الشرطه أ عربيه نقل. في الحاله الثانيه أ راقبت عربيه نقل اسمها ج، بس المره دي متحركه في نفس الاتجاه. طيب الوقت يا باشمهندس دول كانوا بيتحركوا في الاتجاه المضاد صح؟ يعني باء ماشيه كده
فدي ماشيه كده. المره دي بقى الف اصلا اوريدي ماشي كده، ما احنا فارضين الاتجاه بقى ثابت في المساله ما ينفعش نغيره اللي هو كده. فالف ماشي كده، فجيم كده برضه، يعني هما الاثنين ماشيين في عكس الاتجاه، خلي بالك. حلو حلو زي الفل. فبدت وكانها تتحرك بسرعه 60. مين يا عم؟ جيم بالنسبه للالف، عين جيم بالنسبه للالف، اللي هي عباره عن عين جيم ناقص العين الف. هنا التريك، هي ج بالنسبه للالف 60، احطها 60 وهي سالب 60. ج ماشيه عكس ياء يبقى سالب 60. حلو، بتساوي عين ج ناقص العين الف. دي المعادله الثانيه معانا. حضرته عايز ايه؟ قال لك احسب له سرعه عربه النقل ج بالنسبه لباء. يعني هو عايز منك عين ج بالنسبه لباء اللي هي عباره عن عين ج ناقص العين باء. اوصل للشكل ده ازاي؟ اقول لك بكل بساطه، انا عايز العين ج بالموجب والعين باء بالسالب. شايف المعادله اللي هناك دي؟ هنضربها في سالب واحد، تبقى سالب 140 بيساوي سالب عين باء، والسالب عين الف تبقى موجب عين الف. اجمع لي المعادلتين، سالب 60 وسالب 140 يبقى سالب 200. هيساوي السالب عين الف تروح مع الموجب عين الف، فيفضل لك عين ج متجه ناقص عين باء متجه، اللي هي بتمثل عين ج بالنسبه للباء اللي هي سالب 200 في متجه الاتجاه ياء. يبقى هي عباره عن 200 كيلو متر في الساعه في عكس الاتجاه اللي انا فرضه. يعني الصح او الصح الاسلم ان انا كنت فرضت الاتجاه مع الف وقمت عامل دي سالب 140، وجيت هنا برضو كانت دي هتبقى 60 واحل المساله بتاعتها هتطلع 200 بالموجب. بس هو دلوقتي في عكس الاتجاه اللي انا فرضه. بص بقى عشان اكد لك ان كلامي صح، ان هو بيقول لك في اتجاه سياره الشرطه. بص يا باشا، انا دلوقتي فارض الاتجاه ايه؟ عكس اتجاه سياره الشرطه، يعني في اتجاه سياره مين؟ سياره اللي هي الثانيه دي. فطبعا طالما انا طلعت 200 كيلو متر في عكس الاتجاه، يعني عكس الاتجاه اللي انا فرضه، فياء ماشي كده يبقى عكس الاتجاه ماشي كده، يبقى فعلا ال 200 دي في اتجاه سياره الشرطه. ما هو عكس الاتجاه اللي انا فرضه، فعكس الاتجاه اللي انا فرضه ماشي شمال، فعكسه يبقى ماشي يمين، يعني ماشي مع سياره الشرطه ماشي مع السياره الثانيه. فده بيأكد لك ان الحل بتاعنا صح. السؤال 19، قامت سيارة شرطة متحركة بسرعة منتظمة على طريق أفقي بقياس السرعة النسبية لشاحنة تتحرك أمامها وفي نفس الاتجاه. طيب الوقت أنا معايا دي سيارة الشرطة بقياس السرعة النسبية. قامت سيارة شرطة بقياس السرعة النسبية لشاحنة. هنا دي الشاحنة، أدي ألف وأدي باء، الاتنين بيتحركوا في نفس الاتجاه. هنفرض ياء كده، فده ماشي كده وده ماشي برضه في نفس الاتجاه. فوجدتها 60 كيلو متر في الساعة. مين اللي وجدتها؟ الشرطة. وجد سرعة الشاحنة بالنسبة لسيارة الشرطة، يعني عين باء بالنسبة لألف، اللي هي عبارة عن عين باء ناقص العين ألف. طبعا هي لقيتها 60 طالما في نفس الاتجاه، يعني باء دي ماشية في نفس الاتجاه اللي احنا فرضينه، يبقى دي 60 بتساوي عين باء ناقص العين ايه؟ ناقص العين ألف. ولما زيدت سرعة سيارة الشرطة إلى الضعف وأعادت القياس فباتت الشاحنة وكأنها ساكنة. يعني في الحالة الجديدة عين باء بالنسبة لألف، اللي هي برضه نفس الكلام عين باء ناقص العين ألف ساكنة، يعني السرعة النسبية هنا بصفر. هتساوي، احنا زودنا سرعة سيارة الشرطة اللي هي ألف، يبقى دي عين باء ناقص 2 عين ألف. لو أنا دي الناحية التانية يبقى عين باء متجه بيساوي 2 من عين ألف متجه. خلاص؟ حلو. هو عايز السرعة الفعلية لكل من سيارة الشرطة والشاحنة. دلوقتي هنشيل العين باء دي ونحط 2 عين ألف، يبقى 60 2 عين ألف متجه ناقص العين ألف متجه. طبعا 2 ناقص 1 يبقى عين ألف، يبقى عين ألف متجه عبارة عن 60 في متجه الاتجاه ياء، يعني 60 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه اللي احنا فرضينه. يبقى ساعتها يبقى عين باء متجه عبارة عن 2 في عين ألف، يعني 2 في 60 يبقى 120 في متجه الاتجاه ياء، يعني 120 كيلو متر في الساعة في نفس الاتجاه اللي احنا برضه فرضينه. وده منطقي لان هم ماشيين في نفس الاتجاه ايه اللي احنا فرضينه. يبقى 60 و120. السؤال بعد كده يا باشمهندس رقم 20 بيقول عندما كانت سيارة الشرطة ألف تتحرك على طريق مستقيم بسرعة 42 كيلو متر في الساعة
معانا هنا دلوقتي سيارة اسمها ألف سرعتها 42 كيلو متر في الساعة. شاهدت سيارة أخرى باء، وشاهدت برضو دراجة. ماشي، دي الألف في نفس مكانها بس أنا بعدتها بس. وشاهدت برضو إيه؟ دراجة اسمها ج. تسارعن على نفس الطريق، فبدت لها السيارة باء كما لو كانت قادمة في الاتجاه المضاد بسرعة 132. والله أنت حر في الاتجاه. لو أنا فرضت اتجاه الحركة مع ألف، خلاص؟ طبعا ألف دي اللي هي سيارة الشرطة، فباء قادمة في الاتجاه المضاد كده. حلو، فبدت لمين؟ باء بالنسبة لألف، فهو بيقول لك عين باء بالنسبة لألف اللي هي عبارة عن عين باء ناقص العين ألف. فبدت وكأنها قادمة في الاتجاه المضاد بسرعة 132، فسرعة باء بالنسبة لألف، باء ماشية في عكس الاتجاه اللي أنا فرضه، يبقى أكيد دي سالب 132. طب لو أنا كنت فرضت الاتجاه مع باء كنت خدتها موجب 132، مفيش مشكلة. يبقى دي عبارة عن عين باء ناقص العين ألف اللي هي 42. طب ما تيجي نحسب دي، لو أنا وديت دي الناحية التانية يبقى إذا عين باء متجه سالب 132 هيجي لها موجب 42، يبقى كام؟ يبقى سالب 90 في متجه الاتجاه ايه؟ يعني ده معناه ان هي 90 كيلو متر في الساعة عكس الاتجاه اللي انا فرضه. خلي بالك الاتجاه اللي انت فرضه في اتجاه حركة سيارة الشرطة، يبقى ده عبارة عن في عكس اتجاه حركة سيارة الألف أو سيارة الشرطة. دي مهمة جدا. هتلاقي فعلا 90 كيلو متر في الساعة عكس اتجاه حركة سيارة الشرطة. طيب، وبدت لها الدراجة ج كما لو كانت تتقهقر بسرعة 12 كيلو متر على الساعة. يعني بيقول لك ج بالنسبة لباء، عين ج بالنسبة لباء اللي هي عبارة عن عين ج ناقص العين باء. خلي بالك ألف ماشي كده في الاتجاه اللي أنت فرضه، فج بدت ليها كأنها تتقهقر يا باشا، يعني كأنها ماشية كده كأنها بترجع عليها. فكده ج ماشية في عكس الاتجاه، يبقى ال 12 ده أكيد سالب 12، لأن هي ماشية برضه في عكس الاتجاه اللي أنا فرضه اللي هي عبارة عن عين ج ناقص العين باء. عين ج بالنسبة لألف، معذرة مش باء خالص، احنا كل ده بننسب لسيارة الشرطة. خلاص؟ الكلام كله على سيارة الشرطة، خلي بالك. ناقص عين ألف اللي هي 42، هنودي دي. يبقى إذا العين ج عبارة عن 42 وموجب ناقص 12 يبقى 30 في متجه الاتجاه ايه؟ يعني 30 كيلو متر في الساعة في نفس اتجاه حركة سيارة الشرطة. الله عليك. يبقى انت فعلا هي جيم هفهمها لك برضه. بص، هي ده السرعة النسبية اللي هي مش حقيقية، هي بانت كأنها بتقرب عليها، ولكن الحقيقة مش كده. الحقيقة إن ألف ماشي ب 42 وجيم ماشية بسرعة 30. نفس الفكرة اللي أنا قلتها لك. بص يا باشا، أنا سريع وماشي ورا وده بطيء، ما هو اللي ورا ده سريع وده بطيء، فطبعا أنت عمال تقرب منه، يبقى سرعة جيم بالنسبة لألف، سرعة جيم بالنسبة لألف كأنها بتقرب على ألف. هي مش بتقرب، أنا اللي ورا سريع ده فعمال يقرب عليها، إنما هي ماشية بس عمال يقرب عليها. فاللي واقف هنا عند جيم، سرعة جيم بالنسبة للألف إن هي كأنها بترجع عليه، بتتقهقر عليه، فخلي بالك من الفكرة دي. السؤال اللي بعده 21 بيقول لي يتحرك طراد وسفينة على مسار مستقيم واحد بحيث كان كل منهما يتحرك نحو الآخر. طب حلو، يعني أنت دلوقتي معاك آدي الطراد اللي هو ألف، وده كده السفينة اللي هي باء. طبعا قال لك بيتحركوا كل منهما في نحو الآخر، يعني في اتجاهين متضادين بالشكل ده كده. هنفرض الاتجاه مين؟ تعالى بس نشوف. عندما وقد راقب راكب الطراد حركة السفينة وعندما كانت على بعد 20 كيلو متر، لما كانت المسافة ما بينهم هما الاثنين 20 كيلو متر، كانت سرعة السفينة ساعتها 40 كيلو متر في الساعة، وسرعة الطراد 52 كيلو متر في الساعة. عندما أطلق الطراد توربيد، ده هيضرب توربيد زي الصاروخ كده. احسب الزمن الذي يمضي من لحظة الإطلاق لحد إصابة السفينة، هنسمي ده ج. خلاص؟ حلو أوي زي الفل. هنفرض الاتجاه كده مع ألف اللي هو في الطراد اللي ضرب الصاروخ. الفكرة كلها الطراد بيتحرك طلع منه صاروخ، وهنا السرعتين مختلفتين، يبقى أكيد إن سرعة الصاروخ اللي هي عين ج عبارة عن
سرعة الطراد اللي هو اضطرب منه اللي هو 52 زائد سرعة الصاروخ اللي هي 108. يبقى أنا بحسب العين ج اللي هي سرعة مين؟ التوربيد. سرعة الحاجة اللي بتتحرك والسرعة الحاجة اللي اتضربت منه وسرعته. 52 زائد 108 يبقى كام؟ 160 كيلو متر ساعة. هو عايز الزمن الذي يمضي من لحظة إطلاق التوربيد عشان يصيب السفينة. فطبعا السفينة بتتحرك والتوربيد بتحركه، يعني الاثنين بيتحركوا، فأنا هحسب سرعة نسبية اللي هي عين ج بالنسبة لباء عبارة عن عين ج ناقص العين باء اللي هي سرعة التوربيد الكلية اللي هي 160 ناقص سرعة باء اللي هي بالنسبة لي كام يا باشمهندس؟ خلي بالك بقى مش ناقص، ليه؟ لأن باء بتتحرك في عكس الاتجاه اللي أنا فرضه، فبدل ما هي 40 تبقى سالب 40. يبقى 160 زائد 40 اللي هي 200 في متجه الاتجاهية. يعني بالنسبة لي 200 كيلو متر ساعة في نفس الاتجاه اللي أنا فرضه في السؤال. لو أنت فرضت الاتجاه الناحية التانية تطلع سالب 200، مفيش أدنى مشكلة عندي. طيب هو عايز الزمن، فالزمن عبارة عن مسافة على سرعة، فالمسافة عبارة عن 20 على السرعة اللي احنا جبناها 200، يعني 1 على 10 ساعة. لو مسكت الواحد على 10 ضربتها في 60 يبقى 60 على 10 يبقى 6 دقايق. يبقى هو هياخد بإذن الله 6 دقايق على ما يصيب السفينة. 22 بيقول لي مرة قطار أ طوله 80 يتحرك بسرعة 120 بقطار آخر باء طوله 120، أوجد الزمن اللازم لكي يمر القطار أ بالكامل من القطار باء إذا كان القطار باء ساكنا. طيب أول حالة سهلة وبسيطة. الوقت أنا القطر أ طوله 80، تعالى بس نوصف الحالة. أدي أ طوله إيه؟ 80. بيتحرك بسرعة 120 كيلو متر في الساعة. كلام محترم. يتحرك بسرعة بقطار آخر باء طوله 120 في قطار تاني باء. بيتحرك بسرعة كام؟ ما اعرفش، هو أنا عارف طوله بس 120 متر. عايز الزمن اللازم عشان أ يمر بباء لو القطر اللي هو باء ساكن. ما هو لو باء ساكن يبقى سرعته بصفر. طيب الاثنين بيتحركوا وهم عشان يمروا ببعض يبقى ماشيين في عكس الاتجاه. فأنا لو جيت مثلا قلت السرعة النسبية عين أ بالنسبة لباء وفرضت الاتجاه كده، هو عباره عن عين أ ناقص العين باء. طبعا التاني ساكن ملهاش لازمه بس انا بوضحها لك ان هي تمشي بالقانون. يبقى 120 ناقص صفر يبقى موجب 120 في متجه الاتجاه ايه؟ يعني 120 كيلو متر في الساعه. الفكره كلها واحنا قلناها في 70,000 مثال، عشان القطرين دول يعدوا بعض بتبقى المسافه مجموع القطرين، علشان القطر ده يعدي ده فيعدي ال 120 دول ويعدي كمان 80 عشان اضمن ان هو عبر بالكامل. يبقى ده عباره عن 120 زائد ال 80 يبقى 200 ايه؟ 200 متر. طبعا هو عايز الزمن. طبعا خلي بالك بقى من حاجه، السرعات نظامها ايه؟ السرعات بكيلو متر على الساعه، يبقى انا لازم احول. خلي بالك دي 120 كيلو متر ساعه. طيب الزمن مسافه على ايه؟ مسافه على سرعه، فالمسافه 200 والسرعه 120 بس هتتضرب في 5 على 18 عشان احولها لمتر على الثانيه بس. يبقى ده عباره عن 200 على 120 في 5 على ال 18. في اول حاله دي 6 ثواني، هياخد 6 ثواني وده كلام منطقي باذن الله. في الحاله الثانيه بيقول لك متحركا بسرعه 70 كيلو متر في نفس اتجاه حركه 1000. يعني بص الحاله اللي بعدها ده القطر 1000 ماشي كده، هيبقى هنا القطر باء ماشي برده كده، ما انا فاضلين الاتجاه كده، وبيقول لك هما الاثنين في نفس الاتجاه، ده سرعته 120 وده سرعته كام؟ ده سرعته المره دي 70 كيلو متر ساعه. الفكره هنا المسافه هي ال 200، ما عشان يعدوا بعض لازم يا باشمهندس المسافه، لا يا باشمهندس المسافه مش 200 بقى. ليه؟ لان انا بالنسبه لي زي ما قلت لك دول هيتقابلوا قدام يبقى مش هيقطعوا المسافه اللي هي ال 200، لا ده هيكون مشى مسافه، بص افهم دي الله يكرمك، معينه فيه واحد، وده هيكون مشى مسافه فيه 2 عشان يتقابلوا هنا مثلا او يتجاوروا هنا، فده عباره عن فيه واحد وده عباره عن فيه 2. حلو؟ طيب الوقت يا باشمهندس احسبها ازاي؟ طبعا اسهل طريقه اللي هي السرعه النسبيه. لو انا جبت سرعه أ بالنسبه لباء بنفس الطريقه فهي عباره عن عين أ ناقص العين باء. تمام؟ فالسرعه النسبيه عباره عن 120 بتاعت أ ناقص ال 70 يبقى 50 في متجه الاتجاه ايه؟ طبعا كيلو متر على الساعه. يبقى الزمن عباره عن المسافه
ما خلي بالك هي طرح المسافتين دول، يعني فيه 1 ناقص فيه 2 تديك ال 200 بتاعتهم. فهنا هنستعمل المسافه اللي هي 200 على السرعه اللي هي 50، بس نضربها في 5 على 18 عشان التحويله بتاعتنا. 200 على 50 في 50 في 5 على 18. مظبوط قوي. طلعت معايا 52 على 72 على الخمسة اللي هي 14.4 ثانية. يا باشمهندس تعملها لي بطريقة المسافات برضه؟ تعالى اعملها لك بطريقة المسافات عشان اوضح لك، هو الموضوع محتاج فهم بس. زي ما قلت لك هو اكيد المرة دي ان فرق المسافات هيبقى ال 200. خلاص؟ لان ده هيكون قطع مسافة وده قطع مسافة، فهيبقى الفرق ما بينهم 200. يعني انا بالنسبة لي هيبقى فيه 1 ناقص فيه 2 عبارة عن 200. بس خلي بالك ان المسافات لما اضرب سرعه في زمن دي بالكيلومتر، فال 200 دي هنحولها فنضربها في 18 على 5. 18 على 5 خلاص؟ لان دي بالمتر هحولها كيلومتر على كيلومتر. ماشي؟ تقول لي يا باشمهندس دي مسافه انت هتضربها ازاي؟ ماشي. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تقوم ماسك المسافه، يعني تسيب دي 200 وده صح طبعا، دي 200 متر. فالفيه 1 دي اللي هي 120 اضربها في 5 على 18 نون اهو، يبقى انا حولت السرعه. ناقص الفي 2 اللي هي عباره عن 70 نفس الكلام في 5 على 18 نون بيساوي 200. تعالى نحسب الحسبه دي كده. 120 في 5 على 18 ب 100 على 3. تمام. ناقص افتح قوس، هيبقى معاك 70 في 5 على 18. طلعت معايا 125 على 9. يبقى 125 على 9 نون بيساوي كام؟ بيساوي 200. يبقى النون هنودي دي مقلوبه، يبقى انا بالنسبه لي 200 على الانصر طلعت معايا 14.4. بس هي دي نفس الفكره بالظبط وطلع لي نفس الزمن، ولكن السرعه النسبيه زي ما قلت لك اسهل بكتير. طيب تعال نكمل. اخر مطلوب بيقول له متحركا بسرعه 80 كيلو متر، ده مين؟ الباء في عكس اتجاه الف شبه الحاله الاولى. يعني ده بالنسبه لي القطر الف وده بالنسبه لي باء. ده كده المره دي 120 كيلو متر ساعه، وده المره دي ماشي بسرعه كام؟ 80 كيلو متر ساعه في عكس الاتجاه اللي احنا فارضينه بالشكل ده كده. يبقى عين الف بالنسبه لباء عباره عن عين الف ناقص العين باء. فعين الف طبعا 120 ناقص العين باء في عكس الاتجاه اللي انا فارضه يبقى سالب 80. فده عباره عن 200 في متجه الاتجاه هنا، يعني 200 كيلو متر على الساعه. طب هنا المسافه قد ايه؟ خلاص المسافه هنا برضو 200، طالما عكس الاتجاه يبقى هم هيقطعوا ال 200 اللي هو طول ده زائد الطول ده، يبقى المسافه برضو 200. يبقى الزمن عباره عن المسافه اللي هي 200، بس خلي بالك السرعه 200 هنضربها في 5 على 18 لان اوعى تنسى التحويله دي. يبقى انا معايا 200 في البسط على 200 في المقام بس في 5 على ال 18. طلعت معايا 3.6، يبقى 3.6 ثانية. سؤال مهم جدا ولازم تبقى فاهمه يا باشمهندس. السؤال اللي بعده بيقول له يتحرك قطار أ بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، ده الأخير إن شاء الله. لحق بقطار آخر طوله ب يتحرك بسرعة 60 كيلو متر في الساعة. يعني في قطر أ بيتحرك بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، لحق قطر تاني ب، ده طوله 190 متر وبيتحرك بسرعة 60 كيلو متر في الساعة، كلام محترم، على شريط موازي له، فمر عليه بالكامل في 27 ثانية. أوجد طول القطار أ والزمن الذي يستغرقه في عبور كوبري طوله 90. مش مهندس، مش أنا الوقت قطر ده أ بيلحق باء فماشي وراه بيطارده يعني، فيعتبر ماشيين في نفس في نفس الاتجاه. تمام قوي. فهي نفس الفكرة اللي أنا قلتها لك. إيه هي؟ هي المسافة هنا هنفرض إن مثلا طول القطر أ ده ب س متر. تمام. السرعة النسبية هحسبها مثلا عين أ بالنسبة لباء، يبقى هي عبارة عن عين أ ناقص عين باء لأن هما الاتنين بيتحركوا. فأنا عين أ 100 ناقص عين باء اللي هي 60 يبقى 40 في متجه الاتجاه يعني 40 كيلو متر على الساعة في نفس الاتجاه اللي أنا فرضه. كلام محترم. بعد كده هعمل ايه؟ مش انا دلوقتي قلنا عشان هما الاثنين يعدوا يبقى المسافه مجموع القطرين، بس انا قلت لك ان الصح بتاعها ان هما هيتقابلوا قدام فماشيين في نفس الاتجاه، فطبعا دي بتبقى الفيه 1 ودي بتبقى الفيه 2، المهم ان الفرق ما بينهم هو مجموع القطرين. يعني المسافه هنا عباره عن 190 زائد السين. كلام كويس.
هو قال لي الزمن اللي هم تلاقوا فيه بكام يا باشا؟ قال لك ب 27 ثانيه. فطبعا كل حاجه متظبطه ما عدا السرعه النسبيه. فتعال نحول السرعه النسبيه او نحسبها على طول. الزمن عباره عن ايه؟ عباره عن مسافه على سرعه. يعني المسافه سرعه بزمن. خلاص؟ فالمسافه اللي هي 190 زائد السين بتساوي السرعه اللي هي 40 بس هنضربها في 5 على 18 عشان نحولها متر على الثانيه. طبعا الكلام ده في الزمن. في الزمن اللي هو كام يا باشا؟ اللي هو 27. يبقى 190 زائد السين بيساوي 40 في 5 في 27. الكلام ده كله على 18 طلعت معايا 300. هودي دي الناحية التانية يبقى قيمة السين 300 ناقص 190 يبقى 110 متر. فكده أنا وصلت إن طول القطر التاني ب 110. طب بيقول لك أوجد طول القطار أ والزمن الذي يستغرقه في عبور الكوبري طوله 90 متر. يعني أنت دلوقتي معاك القطر أ وفي هنا كوبري. الكوبري ده طوله 90 متر. فعشان القطر أ اللي احنا جبنا طوله 110 يعدي الكوبري ده يبقى هو يعدي ال 90 متر. وعشان هو يعدي بالكامل يبقى طالع ال 110 اللي هم طوله. يبقى هنا المسافة عبارة عن 110 زائد 90 يبقى 200 متر. طيب السرعة احنا جايبين سرعة أ. فسرعة أ اللي هي كام؟ 100 بس هنضربها في 5 على 18 عشان التحويلة متر على الثانية أيا كان ده بمتر على الثانية. طب أنا عايز الزمن مسافة على سرعة. المسافة اللي هي 200 على السرعة اللي هي 100 في 5 على 18. أعرف ساعتها هيعدي الكوبري ده في قد إيه؟ يبقى أنا معايا 200 على 100 في 5 على 18 طلعت معايا 7.2 ثانية. 7.2 ثانية بإذن الله هو ده زمن العبور بتاعنا. كده بفضل الله يا باشمهندس احنا خلصنا الاسئله المقاليه بالكامل. اسئله مهمه جدا جدا وما تقلقش من موضوع الاتجاه. انت هتفتح دلوقتي كتاب الاجابات يا باشمهندس انت مطلعها 90 ياء وفي الاجابات سالب 90 ياء وهتشوف الكومنتات دي. ايه المشكله؟ الاجابات فرضها في اتجاه اليمين. فرض الاتجاه في الاتجاه اليمين انا فرضه في الشمال عادي. المهم ان حل صح ان طلع في سالب الاتجاه اللي انا فرضه. وصلت؟ ما هو سالب الاتجاه اللي انا فرضه يبقى الاتجاه اللي صح اللي هو موجود في الكتاب. فانا مش عايزك تأيد دماغك. خليك فاهم ديناميكا، فاهم ازاي بفرض الاتجاه، فاهم ازاي بحط السرعه النسبيه صح. فاضل لنا الاختبار التراكمي هحله لك ان شاء الله. وزي ما قلت لك بعد كده هحل لك الدرس الثاني على طول اللي هو الحركه منتظمه التغير. كده وصلنا لاخر حصه النهارده. اتمنى اكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. يا ريت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات وشكرا جدا.